ده بقى كان بيحسب هو قتل كام واحد بعدد هو معاه كام مناخير وكام ودن، اصله ما كانش ليه في السلخ. وجعوا دماغنا بالكلام عن حقوق الانسان والحريه والعداله ورفض العنف، والتكيل سيك على رفض العنف دي. لكن بعد اللي بيحصل في فلسطين ما بقاش ينفع الكلام عن حقوق الانسان، وكان الرد عليهم برقصة الحرية هو الرد اللي جاب من الاخر، عشان الرقصة دي بتفكرهم بالتاريخ اللي بقالهم قرون بيحاولوا يمحوه. تيجي رقصة من انسان عادي بيسجل اعتراضه يعيد للعالم كله الذكرى، وترجع بينا فلاش باك تاريخ الاوروبيين الاسود، وازاي قامت القارة الامريكية على ابشع الجرائم. لو قلبك مش جامد ما تكملش معانا، بس قبل ما نبدأ ما تنساش السبسكرايب واللايك. الرقصة اللي كلنا شفناها كانت رقصة الهنود الحمر، السكان الأصليين للأمريكيتين، واللي الأوروبيين من يوم ما حطوا عليهم ما قامتش ليهم قومة حرفيا. جهزوا بقى نفسكم علشان احنا دلوقتي داخلين في المنطقة المحظورة والمحرمة في التاريخ الامريكي. والله زي ما بقول لكم كده، ده لما حاول مجلس الجامعه الامريكي سنه 2012 انه يحط تاريخ امريكا ومذابح الامريكان ضد الهنود الحمر في المنهج الدراسي الثانوي، الدنيا قامت ما قعدتش، والدوله كلها وقفت على رجل، واللجنه الوطنيه خربت الدنيا وجريت على الكونجرس تقول له الحق المصيبه دي. الكونجرس قال لها لا طبعا مستحيل، ده مش هيحصل ابدا، ورفض المنهج الجديد. ما هو اصل ما ينفعش التاريخ المهبب ده يتدرس. وبعدين كده هيخبطوا في الثوابت، يعني مستكشف هيتحول لمجرم، وابطال في التاريخ الامريكي هيبقوا سفاحين ومرضى نفسيين. فقالوا بس نقفل الحوار على كده ويكفي على الخبر مجور. بس التاريخ ما بينساش. سنة 1492 طلع المستكشف الإيطالي كريستوفر كولومبوس في رحلة استكشافية من أسبانيا للهند. عادي يعني، ما هو رحالة. بس اللي مش عادي إنه لأجل الحظ بدل ما يطلع على الهند في قارة آسيا لقى نفسه في القارة الأمريكية، أرض جديدة وشعب جديد ما شافهوش قبل كده، ولون بشرتهم أحمر، فسماهم الهنود الحمر. الهنود قاموا بالواجب واستقبلوا كولومبوس أحسن استقبال، ترحيب وكرم، وتعاملوا معاه على انه ضيف. بس كولومبوس اول ما شاف القاره الامريكيه عينيه لمعت واتهبل عليها، وقال الله دي شكلها زي بلاد الاحلام، وتلاقيها مليانه كنوز وذهب. وفي مذكراته كان في رسائل مكتوبه لملك وملكه اسبانيا فرديناندو إيزابيلا، بيقول لهم ان الهنود شعب مسالم وطيب ومعطاء، وانهم ما يعرفوش اي حاجه عن اسلحه الحروب. وكريستوفر برضو كان كاتب عن الهنود انهم المفروض يبقوا خدم واتباع ليهم وللكنيسه. ايه يا عم كولومبوس، انت بتنسى ولا عندك انفصام؟ بس تخيلوا انتوا بقى ناس طيبين ومسالمين مع كريستوفر الايطالي اللي جاي من الغرب المهووس بالتملك والسيطره وحب المال. وعد كولومبوس ملوك اسبانيا انه هيبعت ليهم كل اللي هم عايزينه من التوابل والذهب والقطن وكمان العبيد. ده انت داخل تتاجر في كله بقى. وبدات الحكايه. اتعامل مع الهنود معامله قاسيه، كان بيجبرهم على الشغل في المناجم علشان يستخرجوا الذهب اللي ما كانش موجود اصلا، لان الارض كانت فقيره ما فيهاش معادن، والشغل كان بيبقى ليل ونهار. الازواج ما كانوش بيشوفوا بعض غير مره واحده كل 9 شهور، واطفال كتير ماتت بسبب ان امهاتهم على طول في الشغل، وحرمهم من خيرات بلادهم، عايشهم في مجاعه، وبسببه مات 7000 طفل في 3 شهور، لدرجه ان الامهات كانت بتغرق اولادها من الياس. كل اللي انتوا سمعتوه ده في الرحله الاولى كوم، واللي هتسمعوه في الرحله الثانيه كوم تاني. بدأت الرحلات الأوروبية علشان يستكشفوا أمريكا الجنوبية والشمالية، علشان تبدأ معاها أسوأ مذابح ومجازر إبادة حصلت في تاريخ البشرية. بدأوا الإبادة الجماعية، قتلوا الستات والأطفال والشباب، كانوا يولعوا النار في الأكواخ بتاعتهم وهم جواها، ولما يخرجوا يجروا من النار يصطادوا الرجالة بالبنادق زي العصافير، وياخدوا الستات والأطفال للبيع أو الشغل بالسخرة. سمموا الآبار وحرقوا المزارع وذبحوا الحيوانات، دمروا الأخضر واليابس، خربوها حرفيا. وعلشان ينجزوا ويخلصوا منهم بسرعة، القادة العسكريين نزلوا عروض مكافأة 100 جنيه استرليني على كل راس يقطعوها، 100 جنيه استرليني للراجل و50 للستات والأطفال. تخيلوا بقى العرض ده عمل إيه في الجنود والصيادين، خلاهم ينطلقوا زي الوحوش، عمالين يجمعوا فلوس بني آدمين كأنهم بيجمعوا في حبات رمان. وقفت المجازر لحد كده؟ طبعا لا، لأنهم ضاعفوا المكافأة مقابل اللي يسلخ جلد الهنود. ده مش فيلم رعب، ده حقيقي. فبدل ما كانوا بيقطعوا الروس بقوا يسلخوا فروة شعرهم علشان الحمولة تبقى أخف. وصل إن الصيادين بقوا يتباهوا إن هدومهم والأحذية بتاعتهم من جلد الهنود. واللي يجنن أكتر من كده إن الأفعال اللي تشيب دي كانت بتحصل في حفلات بارتي يعني. ومن أشهر أبطال التاريخ الأمريكي اللي قتل الهنود وسلخهم بالوحشية دي السفاح لويس وينزل، وده كان ما يرتاحش ولا يهداله بال غير لما يجمع له 40 فروة كده في الطلعة الواحدة. والبطل جورج كلارك مرة أمر جنوده بسلخ 16 راجل من الهنود، وكان طالب إن السلخ يبقى على الهادي علشان العرض يبقى ممتع أكتر. أما بقى أندرو جاكسون، وده اللي صورته على ورقة $20 الأمريكي، ده بقى كان بيحسب هو قتل كام واحد بعدد هو معاه كام مناخير وكام ودن، أصله ما كانش ليه في السلخ، فكان بياخد من كل واحد يقتله تذكار مناخيره أو ودنه، مش هتفرق كتير. ومرة عمل حفلة قتل فيها 800 حتة واحدة،
انا مش متخيله هو في كده. حتى الاطفال ما كانوش بيقتلوهم قتل عادي، كان قتل بوحشيه وبعدها يرموا لحمهم للكلاب. زعماء القبائل بقى دول كان ليهم معامله خاصه وطرق قتل مختلفه خالص، طرق كده متعوب عليها. ما هو الموت العادي مش مقامهم، لازم يكون العذاب مضاعف. فكانوا بيشوهم على نار هاديه. الكلام ده كان بيحصل فعلا، كانوا بيحطوا ليهم شوايه ويربطوهم فيها ويولعوا عليهم نار هاديه ويسيبوهم يحتضروا ببطء. ولما كانوا يصرخوا من شده العذاب كانوا يحشروا في بقهم قطع خشب، ولما يزهقوا منهم خالص كانوا يعلوا عليهم النار علشان يخلصوا بسرعه. ده حتى اللي كان بيطفش ويسيب لهم الدنيا كلها ويهرب للجبال والغابات كانوا بيطلعوا وراه الكلاب المتشرسه علشان تجيبه وتقطعوا حتت. واللي فضل منهم سخروهم في الشغل للمناجم. كان كل 8 اشخاص يدخلوا يشتغلوا في منجم ما يخرجش غير واحد منهم بس على رجله. من المعامله القاسيه والشغل اللي بانتقام، واللي كان يحاول يعترض يسيبوا عليه الكلاب تنهش فيه لحد ما يموت قصاد باقي الهنود. نظام اضرب المربوط يخاف السايب. وبعد ما الكلاب تخلص مهمتها تتساب جثته في الميدان للعبره. وعشان يبرروا افعالهم الوحشيه معاهم صوروهم انهم كانوا شعب همجي ومصاصين دم وبياكلوا لحم بعض. طبعا كل اللي كانوا مع كولومبوس كانوا شاهد ما شافش حاجه الا واحد بس، القس الاسباني برتولومي ديلاس صاحب كتاب وثائق اباده الهنود. وده كان مع كولومبوس في نفس الرحله. الراجل ما تحملش كل اللي كان بيشوفه فقرر انه يكتب كتاب علشان يبعته هديه لملك اسبانيا. كان بيحاول يستعطفه ويعرفه ان الهنود شعب ما يستحقش كل اللي بيحصل فيه، وانهم شعب صادق لان وعودهم كانت شفهيه بالبق يعني. فده خلاهم يقدسوا الصدق ويمجدوا الاخلاق واهتموا بالحضاره الروحيه واحترموا المراه. واللي كان بيأذي المراه كانوا بيعتبروه صاحب اخلاق بهيميه، وانهم شعب متواضع وطيب وبسيط وعندهم صبر وبيطيعوا الاسباب ومالهمش في الشر ولا لهم في الحيل ولا الخداع، وان مفيش جواهم اي حقد او انتقام. لكن ملك اسبانيا لا حياة لمن تنادي. قال انا مالي بالكلام ده كله، انا عايز الارض فاضيه. الهنود لما لقوا الوضع خرج عن السيطره وحسوا انهم وقعوا في ايد شويه مجانين وسفاحين قالوا كده مفيش حل غير ان احنا نعمل معاهم معاهده سلام ويبقوا هم في حالهم واحنا في حالنا، وعفى الله عن ما سلف. مع ان الهنود ما حاربوهمش اصلا لان ما كانش عندهم سلاح يحاربوا بيه. شعب طيب ومسالم عايش حياه بسيطه على الزراعه والصيد. لكن للمصداقيه ما كانش شعب جبان، بس ما كانش فيه تكافؤ بين الطرفين لان اسلحه الاوروبيين كانت متطوره. وقتها قبل الاوروبيين عرض السلام. ومش بس كده، دول كمان جابوا لهم بطاطين هديه، عربون محبه اللي هو احنا موافقين على السلام والصلح خير برضه. بس لان الافعى عمرها ما اتغير طبعها، البطاطين كانوا جايبينها لهم من مساحات الاوبئه الاوروبيه، وكانت مليانه امراض مستعصيه، كوليرا وطاعون وجدري وسل، وقلبوها حرب بيولوجيه. والهنود كانوا بياخدوا منهم البطاطين بحسن نيه، وانتشرت فيهم الامراض زي النار. الواحد فيهم ما كانش بياخد مع المرض غلوه لان اجسامهم ما اتحملتش، وبالطريقه الحقيره دي قدروا يخلصوا يمكن على 80% من السكان ومن غير ما يتعبوا نفسهم. اتهدوا بقى لحد كده؟ يا ريت. بعد كل البلاوي دي لوثوا ليهم الميه والاكل بعقاقير تعمل عقم علشان يقطعوا دابيرهم خالص وما يبقاش ليهم نسل. ابليس يرفع لكم القبعه. 150 سنه افعال وحشيه ما يعملهاش الحيوانات في بعضها. وصل فيهم عدد الهنود من 112 مليون لربع مليون. وبعد ما خلصوا على الاحياء دخلوا على الاموات، نبشوا القبور وخرجوا الجثث علشان كان بيبقى فيها ذهب وزمرد، يعني لا رحموا حي ولا ميت. الهدف ما كانش احتلال الارض ولا استعباد الشعب، الهدف كان الاباده العرقيه، اباده اصحاب الارض. وبالشكل ده انقرض الهنود الحمر. ولما دول زي اسبانيا وبريطانيا وفرنسا جم يقسموا الامريكيتين ويقسموا مواردهم، يعني دي عندي ودي عندك، كل دوله خدت حته. والسويد والدنمارك وهولندا عملوا مستعمرات. وامريكا الجنوبيه كانت من نصيب البرتغال واسبانيا. طب ونصيب السكان الاصليين يا عمو؟ لا ان شاء الله مفيش سكان ولا حاجه، لانهم هجروهم تهجير قسري لكل القبائل اللي كانت بتعيش قرب نهر المسيسيبي. هجروهم لمناطق ما ينفعش يتعاش فيها اصلا. الاف الهنود سابوا ارضهم وبيوتهم وهم بيبكوا دم ومشيوا رحله طويله. مات منهم في الرحله دي عدد كبير بسبب الجوع والبرد والمرض، واتسمت الرحله من شده مأساتها بضرب الدموع. ودلوقتي اللي باقي من الهنود الحمر عايشين في محميات، اماكن ما تنفعش للحياه الادميه اساسا، مفيش فيها اي خدمات تعليميه، و11% بس منهم اللي معاه شهادات جامعيه، ومنتشر بينهم الادمان والانتحار بسبب المعامله العنصريه واضطهادهم للمرحله اللي بتوصل للقتل احيانا من المتعصبين الامريكان. حتى الرعايه الصحيه لهم ادارات طبيه خاصه اسمها هيئه الخدمات الصحيه للسكان الاصليين، وكأن امراضهم غير امراض الناس العاديه. ونقلهم للمحميات دي كان بسبب اتفاقيه مضى عليها زعيم قبيله سوك، وكانت المعاهده بتنص عن التنازل عن ارضهم وانهم يروحوا المحميات. الراجل كان على الله حكايته، مضى وهو ما يعرفش ايه اللي مكتوب في المعاهده لانه لا بيعرف لا يقرا ولا يكتب اساسا. ولما عرف المصيبه اللي حطت على دماغهم قال انا كل اللي عملته اني لمست الورقه بريشه وزه. وبعد كل الجرايم دي تيجي امريكا تقول ان كل ده كان مجرد اضرار هامشيه لنشر الحضاره الامريكيه. هامشيه دي تبقى خالتك. وكتب الزعيم السحابه الحمراء، وده واحد من زعماء قبائل السيوكس: من الذي بدأ الغناء هنا؟ من الذي أطلق الأصوات الأولى للغناء فوق هذه الأرض الواسعة؟ إنها أصوات الشعب الأحمر الذي كان يتنقل حاملا خيامه ورماحه وسهامه. ما الذي لم يقع فوق هذه الأرض؟
كل ما حدث لم أكن أريده ولم يسألني أحد. إنهم يأتون ويعبرون في أرضنا، وعندما يذهبون لا يتركون خلفهم سوى أنهارا من الدماء. الزعيم قال الكلام ده وهو بيشوف آثار المذابح والإبادة اللي كان بيتعرض ليها شعبه. ولو أنت كان قلبك جامد ولسه مكمل معانا، فما تنساش السبسكرايب واللايك، وتبقى جدع لو عملت شير.